السلام عليكم وتحية لكم من جديد. في هذا الفيديو بخصوص الأسئلة اللي كتوصلني في الخاص على الموضوع ديال كوريا الجنوبية. ففيما كيوصلني شي سؤال كيوصلني متكرر بزاف وكيوصلني من عند بزاف ديال الناس، فكنضطر انني ندير عليه فيديو باش كلشي يستافد منه، بحكم ما كاينش الوقت باش نجاوب كل واحد بوحدو. فالسؤال اللي كان وصلني بزاف خاصة من عند البنات هو: واش كوريا الجنوبية فيها الخدمة البنات بحال الولاد؟ يعني البنت إلا جات لكوريا الجنوبية كبنت مغربية واش غادي تخدم في كوريا بحالها بحال الولد؟ نفس الخدامي والصالير واش نفس الصالير، ولا كاين فرق بين الولد وبين البنت، ولا كاين التمييز بين البنت وبين الولد؟ واش البنت حتى هي تقدر تلقى خدمة بكل سهولة في كوريا الجنوبية ولا لا؟ هاد الأسئلة بزاف على البنت وصلاتني، على البنات كيفاش كيعيشوا في كوريا الجنوبية، بالإضافة لواحد السؤال آخر: واش كاين مغربيات في كوريا الجنوبية ولا لا؟ فهاد الأسئلة كاملة هي اللي غنجاوب عليها في هاد الفيديو إن شاء الله. فبالنسبة المغربيات، بعدا نبدا بأول حاجة: واش البنات المغربيات أو العربيات بصفة عامة واش كاينين في كوريا الجنوبية ولا لا؟ فكاينين، خاصة المغربيات كاينين بزاف، كاين الجزائريات، كاين المغربيات، كاين تقريبا جميع الجنسيات العربية، لكن المغربيات كثر. المغربيات كاينين وكيخدموا في المصانع وعادي، كاين اللي كيقراو كاين اللي كيخدموا. كاين اللي كنعرفهم شخصيا كيخدموا. بالنسبة لواش البنات يقدروا يخدموا تا هما بحالهم بحال الولاد ونفس الصالير نفس الظروف ديال العمل ولا لا؟ فهنا نقول لك، نقدر نقول لك 60% حتى ل 70% ديال المصانع كيخدموا بنات وولاد، ما كاينش فرق. يعني كيكون الخدمة مخلط، تيكون مصنع فيه بنات وفيه الولاد، كلشي كيخدموا نفس الخدمة، نفس الخدمة كيديروها بنات وولاد. كتلقى حيتاش حنا أغلبية المصانع ماكينات، ما كيكونش يعني فرق بين ولد ولا بنت اللي غاديين يخدموا هذيك الماكينة ولا اللي يقابلوا ديك الماكينة. فأغلبية المصانع هنا كيكونوا مخلطين، تيكونوا فيهم بنات وولاد، كتلقى بنت وولد خدامين في نفس الماكينة وعادي. خاصة الآسيويات بزاف هنايا، التايلانديات، الفيتنام، الفلبين، اندونيسيا، هادو بزاف خدامين هنا في كوريا. كيخدموا في المصانع. كاينه واحد النسبه قليله ديال المصانع اللي كتخدم غير الاولاد، كيخدموا غير الاولاد، كتكون فيهم الخدمه شويه قاصحه ولا صعيبه اللي كتطلب مجهود بدني اللي يكون فقط الولد اللي يقدر يديرو. فهاد المصانع كيخدموا غير الاولاد. كاينين المصانع اللي كيخدموا غير الاولاد ما كيطلبوش البنات، وكما قلت لك كاين المصانع اللي كيخدموا بنات وولاد، ما كاينش فرق. السؤال الثالث اللي هو الرواتب: واش كاين فرق بين البنت وبين الولد في الرواتب؟ فإلا كنتو كتخدموا في مصنع وبشكل قانوني واموركم قاده، ما كاينش فرق في الصالير بين البنت وبين الولد، كلشي بحال فحال، نفس الثمن، نفس السعر ديال الساعه، نفس الصالير، كلشي كيكون بحال فحال. فوقاش كيكون الفرق في الثمن بين البنت وبين الولد؟ في الخدمه ديال اليوميات اللي كتسمى الارابايت هنا في كوريا الجنوبيه. هاد الخدمه اللي كتكون مثلا خدمتي اليوم كتخلص اليوم، كتكون الخدمه باليوميه بالنظام اليومي، كتكون خدمه غير مؤقته. هاد الخدامي هادو كيكون فيهم فرق بين الولد وبين البنت. الولد تيكون خدام بسعر اغلى من البنت شويه، واحد الفرق ديال 15 حتى ل 20% من الثمن. مثلا الولد كان يتخلص ب 100 الف وان النهار، البنت كتخلص ب 80 الف وان تقريبا. وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى تكونوا كتستافدوا، وتحيه لكم والسلام عليكم، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.